نعرفه على شاشة القنوات الأجنبية محللا للشأن السياسي الدولي وأيضا العربي، خصوصا في مناسبات العديدة حول تونس. في مواقفه المكتوبة تونس حاضرة في الوسائط الاجتماعية وخصوصا على التيك توك، وفي تجمع ندوات حول تونس. اليوم أريد الحديث معه صراحة بكل التفاصيل المملة جدا، يعني المملة جدا، المفصلة جدا بالحق، وأتمنى ألا تكون مملة عند السادة المشاهدين، عن تونس ثم على الوضع الجيوسياسي الإقليمي وأيضا الدولي. ويكون هذا تمشي أساسي في الحوار مع ضيفي هذه الليلة، هو حوار مطول لهذا البودكاست اللي باش نكتشف فيه صديق عزيز اللي هو نزار أجليدي، اللي نحب نقدمه كالمحلل والكاتب السياسي والصحفي، ثم ننتهي بهذا الحوار مع نزار جليدي الإنسان. مرحبا بك سي نزار. أهلا بك سعلاء ومرحبا بك في باريس والحمد لله على سلامتك أولا. يعيشك. ثم هذه الزيارة الآن ليست فقط صداقة ولكن زيارة، أنا سعيد أن نكون قدامك في حوار بعد سنوات طويلة لم تقع دعوتي في أي وسيلة إعلام أو تونسية. لماذا؟ لماذا سنجيب خلال هذا الحوار المطول على العديد من الأشياء، ولكن أنا مم. نحب نقول لك الحمد لله على سلامتك أولا. يعيشك. مرحبا بك في باريس ثانيا. قداش نفرح كي نسمع السؤال من محاور صحفي تونسي بالدرجة التونسية. أي طبعا، ومش نحكي معك راه برشا طبعا بالدرجة التونسية. أنا كنت أشاهدك غالبا في العديد من الحوارات التلفزيونية المباشرة في أعتى القنوات العربية والأجنبية وحتى العالمية. غالبا ما تقدم تحليلات سياسية لسياسة الدول الأجنبية أو سياسات الدول الأجنبية. هل نحكي على تونس؟ في اعتقادك الحالة السياسية في تونس هل تتجه نحو الأفضل أو نحو مسارات أخرى؟ تونسيون أنا دفعة واحدة، هذا أولا. تونسيون أنا صباحا مساء ويوم الأحد. أنا مع تونس ومع رئيس الجمهورية قيس سعيد، قائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية المنتخب من الشعب التونسي. هذا الرئيس منتخب من الشعب التونسي عفوا. ولكن أنا ضد لراكورسي جيد وسيء، المختصرات. مختصرات. أنا مع التحليل المتوازن. الحالة السياسية في تونس اليوم هي مرتهنة لثالوث للأسف قاتل وخانق. هذا الثالوث براءة منه العملية السياسية اللي يتحدثوا عليها في الإعلام، أو دائما تجريم الشخص بمنطق الأبوة في السياسة، دائما تجريم الرئيس أو تجريم فلان وعلان. أنا أعتقد أنه فما ثالوث قاتل في تونس الآن. عندنا مسار تشريعي برلماني محترق، مم. وعندنا دبلوماسية متوقفة، ولدينا أيضا إدارة محترئة. ولكن لن أقف على التسميات. سهل مم. جدا أنك تعطي مسمى رنان لا، خلينا نفصله. سيدي الكريم، مم. من 2011 ل 2017 الإدارة التونسية خدعت، الإدارة التونسية دمرت، الإدارة التونسية تمت سرطنتها بتسميات عن طريق الولاءات حتى تصبح خادمة لمن هم أتوا إلى المطارات زحفا لحكم تونس. وهذا أثر على تلك الفترة وعلى الفترة هذه الإدارة. ضف إلى ذلك أنه عندنا برلمان مهترئ جدا تشريعاته. هل منطقي أنه قانون الإعلام من سنوات لم يتغير؟ يعني العالم تغير في الإعلام، الديجيتال، السمع، البصري، كذا كذا. الاستثمار تغير في العالم، أصبح إلكتروني، وإحنا مازلنا بقانون استثمار من 72. هل معقول أنك عندك قوانين لم تجاري الوضعية التونسية، لم تجاري الحالة التونسية؟ اليوم عندك برلمان ضعيف، وما سبق كان برلمانات هذا استهتار. البرلمان اختار الشعب التونسي. عم اختاروا الشعب التونسي، هذا ولكن اختيار، هذا اختيار الشعب مش اختيار السلطة. معك. لا، أنا لم أتكلم عن السلطة، أنا قلت إيه؟ لك يعني أنا هذا البرلمان اخترناه احنا نعم، التوانسة. لكن احنا التوانسة علينا أن نتحمل مسؤوليتنا في أي بلدنا. بالضبط هذا هو. وهذاك علاش بعد كي باش إذا كان صادف وأنك سألتني ماذا وقع مم. وهل المسار الطويل لتونس من 2011 لتو، تو نجاوبك على الشعب التونسي اختار البرلمان هذا.
تونس كما جاوبت اختار علاش. البرلمانات السابقة بالضبط. نعم، وإجابتي هنا هي التالية: للأسف هذا البرلمان الحالي الآن ضعيف، والبرلمانات اللي قبله كانت قسمة ومحصة سياسية، لم تكن برلمانات، لم يقدموا أي شيء. تعطيل لورشة البرلمان في الأشياء الكبرى، هل معقول ما قام به الشعب التونسي كله ما يصيرش إصلاح للمجلة الجزائية؟ هل معقول ما يكونش عندنا قانون للمواني؟ هل معقول ما يكونش عندنا قانون للصيد البحري؟ هل معقول ما يكونش عندنا قانون العملة؟ من سيد